تعالوا اعرفكم على اغرب اكله اكلتها في المغرب، وهي كائن الحلزون. وكما قال الشاعر: حلزونه يما الحلزونه. طبعا الحلزون هي اكله مشهوره في المغرب كله، وبتتاكل بالذات في الشتاء، ومن اشهر الاماكن اللي بتلاقيها فيها ساحه جامع الفنا في مراكش. شكرا. طبعا بالنسبه لي كان شكله غريب شويه، ولكن لقيت كل اللي حواليا بياكلوه فبدات اكل. تبدا بخله سنان وتدخلها في راس الحلزونه وتطلع بيها وعلى بقك على طول. انا معك. طبعا هي طعمها قوي شويه لو حد اول مره يجربها، وده بسبب التوابل كتير جدا اللي موجوده فيها، وعشان كده هي مفيده جدا في الشتاء غير الفايده اللي موجوده في الحلزون. وبعد ما تبقى محترف وعندك سلام نفسي مع شكل الحلزونه وطعم الحلزونه، تاكل الحلزونه وتخش بعد كده على البهريز. بهريز من عصير البهارات، والحلزين حاجه كده من اللي قلبك يحبها. وانا في المغرب اتعرفت على الملابس التقليديه للمراه الامازيغيه، وان اللبس ممكن يفرق من منطقه للتانيه من استخدام حاجات معينه اذا كانت الست متجوزه ولا لا. هذا كتجيبوا المراه من بيت امها وكتلبسوه، ومن بعد كتبقى تلبسوه في المناسبات. مصنوع من النقره، يسمى يعمل الفتول. يعمل صوت. يسمى الفتول، تلبسه الفتيات غير متزوجات. هذا الحيلي هذا مصنوع من القرنفل. فاش كتبغي تزوج البنت، الام ديالها كتحضر لها هذا القرنفل. هذا حيلي النقره، والذي تشتهر به المرأة الأمازيغية، وهنا معلقة فيها هادو نقود قديمة جدا مصنوعة من النقره.